قبل أي حاجة يلا نصلي على النبي وكل عيد وانتوا طيبين، ودوسوا دلوقتي حالا على اللايك لأن المسلسل ده مجنون جدا والضحك فيه ما بيتفوتش. فتعالوا نعرف مسلسلنا بيتكلم عن ايه. بصوا بقى، ده موينج ولد شقي ودمه خفيف شاطر جدا وغني موت، ومن حظه الحلو أو السيء هنحدد مع بعض قدام. بيخرج من المية بيلاقي أبو بتغرق، فزي أي راجل قمر شهم وعنده غمازات بيروح علشان ينقذها، بس كلمة شكرا منها بتكون مختلفة على الآخر، ودي بقى بتكون أول مرة في حياتهم يتقابلوا. وبعدها بيتعرفوا على بعض وأبو ما بتكونش عايزة تعرفوا حاجة عنها، وبتعرفوا إن اسمها ظاهرة. وبعدين بقى يا فانزات الغاليين بيعرف إنها كانت بتحاول تتعلم ركوب الموج لكنها فاشلة حرفيا، بس ما بيهونش عليه يسيبها كده وبيفضل يعلم فيها لحد ما في أيام قليلة بتكون بيرفكتو على الآخر وممكن تدخل مسابقات كمان. وطبعا أبو بتكون مبسوطة وبتفضل تشكره، وبيكونوا زي أي اتنين اتقابلوا صدفة بيتعرفوا على بعض. وبيكون بقى في رحلة سفاري طالعينها، فبيتفقوا انهم لازم يطلعوا الرحلة دي سوا بس بشرط واحد، وان ما حدش فيهم يسأل التاني اي اسئلة شخصية. فتعالوا ننط معاهم ل4 ايام وهو واخد الطريق جري علشان بيدور عليها، ولما بيشوفها بيطلب رقم تليفونها لكنها بتعرفه انها رامية الموبايل وعايزة تعيش اليومين بتوعها في سلام نفسي. وبيروحوا بقى كافيه صغنن كده، وهناك موينج بيشوف الناس بيلعبوا لعبة تحدي بس غريبة موت وبيعرض عليها يلعبوا سوا، فبترفض لانها بتكون خجلانه، بس هو بيتحداها وبتضطر انها توافق. فيلا بينا نشوف هيعملوا ايه. فبيفضلوا بقى يلعبوا اللعبه وهم في انسجام عاطفي كده قمر زيهم، والواد موينج بيكون بيقع في حب ضحكتها وكمان عيونها اللي لما بتضحك بتخطف قلبه، وبيقول لنفسه انا خلاص كده سلمت نمر وشكلي بقع في المصيده. وبالليل بقى بيكونوا قاعدين قعده شاعريه وبتعرفوا انه لو حابب يتكلم عن نفسه هي مستمعه قمر. فالمعلم ما بيصدق وبيروح معرفها كل حاجة عنه، ده كمان بيحكي لها عن عيلته وانهم عيلة فكاهية جدا، فبتنصحه ان هو ما يخافش ابدا من اي حاجة وان كل اللي هو محتاجه حد يسمعه بشكل كويس بس، وانها تحت امره في اي وقت. هنا بقى هو بيدوب اكتر واكتر في حبها وبيفضلوا يشربوا اكتر واكتر واكتر لحد لما بينسوا نفسهم وبيفضلوا يرقصوا وبيعملوا حركات غريبة عجيبة مريبة. وبيعرض عليها بقى انهم يطلعوا طالعة كده اهو، فاهمين انتوا طبعا. وبيكون خلاص ناوي يعترف لها بحبه وانها اميرة احلامه، لكن لما الصبح بيجي بتكون هوا وتبخر، فبيفتكر انها ممكن تكون راحت اوضتها ورجعت، وبيفضل مستنيها اليوم كله لحد لما بيتاكد انها خلاص مشت. وطبعا بيكون كاره عيشته وقتها لانها فعلا بتكون حبه الاول واللي بيكون حصل في 7 ايام بس. وبيفضل يدور عليها على السوشيال ميديا زي المجنون وبيبحث بعنوان انه وقع في حب بنت على الشط وانه ازاي يوصل لها. فبيجي بقى المساعد بتاعه بيقول له ايه الهبل ده، انت بصورتها هتقدر تجيب كل حاجة عنها. هنا بقى بيفتكر ان هو صورها وهم على البحر والبت صراحة بسكوتة خالص، وبيروح جري يحمض في الصور وبيعمل بقى حركات ووصفات لحد ما الصورة بتطلع وبتكون بالشكل ده. وهنا بقى بيكون بيضرب نفسه بالببش لانه غبي ومفكرش ياخد رقمها منها تاني او يعرف عنها اي معلومات حتى. وفي عز قهرته بيلاقي الحاج والده بينده عليه، فبيروح له علشان يقابله في بيته، وده لانهم اصلا مش عايشين سوا. وبيعرفوا ان هو لقى بنت الحلال اللي قلبه دق علشانها وان هو جايبه هنا علشان يتعرف عليها. فهنا بقى بالظبط المشكله، وان بنت الحلال دي هتطلع مين اللي اول ما بيشوفها الواد عينه بتبص لبره كده من الخضه، وبيفضل يقول لنفسه هي ولا مش هي انا هتشل. وبيرجع بالذاكره لورا علشان يفتكر صورها، وبنروح احنا كمان معاه لانها ازاي وصلت لابوه وانها هتبقى مراته. وتعالوا بقى نرجع فلاش باك كده 10 ايام بس، وبتكون في التاكسي وهي حزينه لانها اتطردت من الشغل وبتفكر في حلمها والبيت اللي عايزه تبنيه مع حبيبها. على فكره هي مهندسة معمارية شاطرة قوي، وبتروح البيت بقى وبتكون عاملة له مفاجأة إنها راجعة بدري، بس هو اللي بيفاجئها بخيانته ليها. وطبعا بيروح يجري وراها بس مش علشان تسامحه أبدا أبدا، هو بيجري وراها علشان عايز يسيبها وبيعرفها إنها شخصية مملة جدا وحياته معاها ملهاش أي قيمة. فهي عيني بتتصدم إن بعد 3 سنين من حبهم بيعمل فيها كده، وبتروح تقف على الكوبري وبتكون بتفكر في أفكار مش لطيفة. بس بيجيلها تليفون بيعرفها انها كسبت رحلة ل5 ايام في الجزيرة، ووقتها ما بتصدق وبتروح جري للجزيرة القمر واللي هناك بتقابل فيها ميونج زي ما قلنا، والاتنين ما بيكونش في اي حاجة في دماغهم غير اللي حصل وقتها بينهم هناك. فبنرجع بقى للحاضر وهو بيشدها وبيجري بيها على بيته،
وبيفضل يسألها انت ازاي تعرفي ابويا وعارفاه هو الاول ان شاء الله ولا انا، وبيكون هيتجنن ويعرف هي ازاي توافق وتتجوز راجل قد ابوها. فبتعرفه بقى انهم كانوا متفقين محدش يتكلم عن نفسه، وانها اتعرفت على ابوه قبله، وانه يعتبر اللي حصل بينهم ده مجرد فرفشه وهي ليله وعدت يا معلم. وهو طبعا بيكون هيتجنن، هو ايه اللي ليله وعدت دي؟ فبيسالها هو انت بتحبي ابويا طيب علشان تتجوزيه؟ فبتقوله بكل صراحه انها مش بتحبه، ولسه بتكون هتقوله على السبب، بس الحاج بيجي وبيرميه على الارض وبيحذره انه مش لازم يتعرض لها تاني، وبياخدها يوديها اوضتها وبيعرفها انها لو شايفه صعوبه ممكن تتراجع في قرارها، لكنها بتعرفه انها مصممه اكتر على اتفاقهم، وبيطلب منها انها تتعامل مع ميونج بحكمه. وبيمشي وهي بتفضل تضرب دماغها في الازاز وتقول لنفسها انا ايه اللي عملته في نفسي ده. وبتكون على الفطار وبيجي لها مكالمه تليفون من خالتها واولادها، وبيكونوا بقى عايزين انها تودهم وتاخدهم معاها في العز، فبتقفل معاهم وبترجع ل5 ايام ورا لما خالتها بتتصل بها وبتعرفها انها لازم ترجع فورا. واول لما بترجع البيت بتلاقي مصايب الدنيا مستنياها، وان الست خالتها بسبب لعبها القمار بيتكون عليها مبلغ 10 مليون بهت، وانها لازم تتصرف وتسدد معاها، وان اصلا سبب ديونها دي ان هي صرفت على تعليمها وتكبيرها، وهي اللي صرفت على تعليمها ولا تكبيرها ولا اي حاجه، دي حتى اصلا ما كبرتش عيالها. وفي الوقت ده بيكون الحاج وصل عندهم، واول لما بيشوفها بيعرفها ان هو موجود هنا مخصوص علشانها، وبتوعده بقى انها هتسدد له الفلوس بس يديها مهله صغننه. فبيصدمها ان هو عارف انها من غير شغل، وان هي اللي بتصرف على البيت ومحدش بيشتغل غيرها، وبيروح مديها العرض تمام وانها توافق تتجوزه مقابل الدين اللي على خالتها. فوقتها بترفض بسرعه وبدون تفكير، وبتطلب وقت بسيط تلاقي شغل وتبدا تسدد فلوسه. فبيمشي وبيعرفها انها لو غيرت رايها تكلمه، وخالتها بتسالها ايه اللي حصل، فبتعرفها بعرضه وانها رفضت، فبتتخانق معاها انها لازم توافق، وان اصلا كل الديون دي بسبب ابوها وامها. فبتروح اوضتها وبتسمع الموسيقى بتاعت مامتها، وبعد تفكير طويل من انها لازم تخلص من خالتها دي بتتصل بيه وبتعرفه انها موافقه. وبنرجع بقى معاها تاني للوقت الحاضر، وبنلاقي ميونج بيسالها ازاي توافقي تتجوزي راجل قد ابوكي عشان الفلوس، وانه كان فاكر انها بتحب نفسها اكتر من كده، وان اهلها ازاي معلموهاش عزه النفس. فبتتضايق وبتصرخ فيه ان هو ما يجيبش سيره اهلها ابدا، ووقتها بيخافوا وبتعرفوا انها مش نفس البنت الرايقه اللي شافها في القريه، وانها مختلفه جدا عن اللي شافها، وانه ساري مدلل بيحكم على الناس من غير ما يعرفهم. ووقتها بيصدمها وبيعرض هو عليها الجواز، وانها لو اتجوزته الدين هيسقط من عليها، ما هو ابن الحاج برضه. وقتها بترفضه ده لانها ادت كلمه للحاج، وبتطلب منه انه ينسى اللي حصل لتاني مره، وانهم يعيشوا كانهم ما يعرفوش بعض قبل كده. فبيرفض بشدة وبيعرفها انه استحالة ينسى انها لعبت بمشاعره، وان كل حاجة عندها سهلة كده وبيجري وهو مذهول، وهي بتكون بدأت تقع في حيرة. وبيروح يتخانق مع ابوه انه مش هيسمح لابوه تكون امه، فبيعرفه بكل برود انه خلاص اخد قراره، والواد بيكون هيطق من جنابه، وبيكون قاعد حزين وحدة البسكوتة ده بيروح يتكلم معاه، وبيقنعه انه علشان يعرف اذا كان وقع في حبها او لا لازم يعرف شخصيتها كويس، وانه يكون قريب منها اكتر، ووقتها بقى يقدر يحدد يكمل في حبها ولا يفكس. والاتنين بيكونوا بيقولوا يا ريتنا ما كنا عرفنا بعض، او حد تاني هو اللي انقذها وحياته فضلت هاديه زي ما هي. وتاني يوم بتروح بقى علشان تشتغل مع الحاج في الشركه بتاعته، وبيطلب من الواد الخله ده ياخدها البركه الشماليه علشان تشوف المكان. بيكون الواد المساعد بيجري علشان يعرفوا انها هتروح البركه الشماليه، والواد الخله بيكون واخدها يوديها للمكان، بس من خطورته بيعرفها انه مش هيقدر يروح معاها، وانها مع نفسها بقى تكمل هي. وبتروح المكان وما بتكونش خايفة، وبتفضل بقى تصور في المكان وترفع مقاساته، وبتكون مركزة جدا لحد لما بتلاقي ميونج شديدها كده وبيسألها انت ازاي تيجي هنا بدون اذن صاحب المكان، وده لانه مكانه وهو المهندس الجيولوجي المسؤول عن المكان. فبتعرفه انها موجودة علشان تغير المكان لبارك كبير وجديد يجذب السياحة. فأول ما بيسمع كده بيتصدم وبيسيبها، وبيعرفها انها لو ما مشتش حالا هتلاقي نفسها في الحفرة اللي وراها دي، وبيهددها ان هو مش بيهزر. فبتعرفه بقى انها هتمشي بس مش لانها خايفة، لا ده لانها خلصت شغلها خلاص، وبيكون على اخره من اللي بيحصل. والمساعد بتاعه بيعرفه ان ابوه شغلها معاه مقابل 200,000 باهت في الشهر. وهنا بقى بيتأكد انها نصابة او حرامية، وبيكون لازم انه ياخد قرار انه يروح يعيش مع ابوه في بيته. وبيروح بقى وهو
وهو في أتم استعداد لمحاربتها، وبيدخل الفيلا وبيفضل ينده عليها، وأول ما بيشوفها بيعرفها إنها خلاص وقعت في المصيدة وإنها هتكون تحت عينه ال24 ساعة، وجدع بقى تبقى توريله نفسها، وبيكون راعب البت حرفيا، وبيفضل يضحك لها ضحكة شريرة وموت بتكون هتموت منه، وطبعا من الخوف بتروح تقعد في التويليت وهي بتصرخ، وبتسمع صوت خبط جامد جدا من بره، ولما بتطلع بتلاقي انه بيركب عين سحرية في اوضته، وده علشان يشوف مين داخل ومين طالع عندها، وبتكون بقى بتشتغل وهو بيكون بيراقبها بس بطريقة كوميدية شوية، وقال بقى يعني الواد رياضي وبيعمل رياضة، فبتفهم خطته وبتمشي من المكان كله، وبتروح لمكان هو مش موجود فيه، لكن للأسف بيكون موجود في كل الأماكن، فبتضطر بقى إنها تدخل تشتغل في التويليت، فبيفضل يخبط عليها إنه خلاص هيموت من الزنقة، فبتخرج وهي مش طايقة لأن في مليون حمام في الفيلا، بس لا إزاي ده هو كياد كبير وبيعرفها إن هو بيحب الحمام ده بالذات، والبنت يعني بتكون هتلطم منه، فبتروح بقى أخيرا تقعد في أمان، لكنه بيجي وبيفضل يحط مناخيره في شغلها، وبيلاقي إنها ما بتعملش شغل ولا حاجة، دي بتكون بتدور على دواء للإسهال، فبتتخانق معاه إنه ما عندوش ذوق وما ينفعش يعمل كده، وإن حركاته مقفوشة قوي ويبطل عبط، وده لأن عقلها يوزن بلد ومش هياكل معاها الكلام ده، ووقتها بيشوف إن فيها لله، وبيفضل يعمل حركات مش طبيعية بتخوف البنت منه، وبيفضل يدور حواليها ويروح يمين وشمال لحد ما بيقع على إيدها، وبتكون خايفة إنه يكون فقد وعيه، لكنه سهنه بيعرفها إنه قفشها، بس بتديله واحدة في دماغه وبتقوله طز فيه، فبيروح بقى يجري وراها وبيفضلوا يلعبوا شوية مصارعة بس عنب، وكل ده عشان الحاج يشوفها ويعرف إن كان في بينهم حاجة، وفعلا بقى بيجي وبيسمعوا صوته، وبتفضل تتحايل عليه إن هو يسيبها، لكنه بيقول لها استحالة، وبيفضل ماسك فيها شبه السمكة اللي بتلزق على جلد الناس دي عارفينها، وهي حرام بتبعد عنه بأعجوبة، وبيدخل الحاج عليهم بيلاقي إن هما الاتنين شكلهم مش طبيعي، وبيسألوا أنت بتعمل إيه هنا في بيت ياض، فبيضطر إن يلم العيلة ويعمل اجتماع علشان ياخد موافقتهم إنه لازم يعيش معاهم، وطبعا خالته لأنها بتحب أبوها تموت وتتجوزه بتوافق فورا، والبت أبو ما بيكونش قدامها أي حل غير إنها توافق، فبيسكت بقى وبيضطر إن هو كمان يوافق على قرارهم، وبعد اجتماع العيلة بقى بيروح يتكلم مع أبو وبيسألها حصل بينكم إيه، وهي بتكون عايزة تكدب عليه بس بتفتكر كاميرات المراقبة اللي حاططها وعرف منها تحركاتهم قبل كده، فبتضطر إنها تكون صادقة المرة دي، وبتعرفوا إن حصل بينهم عركية بسيطة كده، وقتها الحاج بيفرح وبيفضل يضحك زي المجنون لأن خطتهم ماشية مظبوط، وعلى فكرة أنا هموت وأعرف هم عايزين إيه بالظبط، بس أكيد قدامها نشوف كل حاجة، فبتسأله هو أنت وهو ليه بينكم مشاكل كتيرة كده، فبيعرفها بقى المشاكل دي، بس بالليل بيكونوا قاعدين عند الباب وبيراقب فيها، وهو بيكون خلاص هيتجنن يا لهوي، وبيسمع أبوه وهو بيخبط عليها، وهنا بقى هيبدأ الضحك بجد لما بيفضل يهبد ويدبدب في الأرض وإنه واقف يتفرج ومش عارف يحوش أبوه، ده حتى إن هو بيلطم على وشه، وبيقعد بقى يتخيل في حاجات رايحة وحاجات جاية وكوابيس في عقله، لحد ما بيقرر إنه يوقف المهزلة اللي بتحصل دي، وبيروح بقى علشان يخبط عليهم بس مش بيعرف يعمل حاجة، وبيرجع بخيبة أمل راكبة جمل، وبياخد المخدة في حضنه وبيفتكر ذكرياتهم الجميلة سوا لما بيكون سرحان في حلاوتها، وبيعرفها إنه أخيرا لقى البنت المناسبة اللي قلبه وقع في غرامها، وده طبعا بيكون في سره، فبيلوم على نفسه إن المفروض كان صارحها بحبه في اليوم ده، وبيروح في النوم، وتاني يوم بتكون مستنية شوية أوردرات كده، وهي بتستلمهم بيجي البسكوتية اللي بيلحقها وهي بتقع، وبيعرض عليها المساعدة، وبيكون المعلم هو كمان أعجب بيها، هي شكلها ليلة مش فايتة باينها، وبيروح يساعدها تركب العين السحرية بتاعتها، وبيصحى وينجي على صوتهم وهم بيضحكوا وبيهزروا، وبيتهمها إنها عايزة تسرق صاحبه منه، وعلشان تخلص منه بتشكره بمحن بنات زايد مع ضحكة خفيفة كده بتخلي الواد يشعوط من جواه، فبيروح شددها وهو غيران موت، وبيقول لها انت عايزة توقعي ده كمان في حبك ولا ايه، بس بتغير الموضوع وبتكون عايزة تحكي له عن اللي حصل بينها وبين الحاج ابوه امبارح، وطبعا ده بيكون هيجننه، فبيفضل يهرب منها وهي بتكون مصممة تصير غيرته اكتر، فبيجري منها وهو بينفخ نار، وهي بتكون اخر انبساط ان الخطة ماشية تمام. ايه هي بقى الخطة؟ والله قدامها نعرفها كلنا، وبيروح له البسكوتية علشان يهديه، لكنه من الغيرة وقلبه اللي بيكون مولع نار بيفضل يكب على نفسه مية علشان يهدى، بس البسكوتية بينصحه يشوف له حل تاني يقربوا منها غير الكلام الفاضي ده،
وبيديله بقى الخطاب اللي بيكون مكتوب فيه إن البحيرة الشمالية هتتلغي خالص، فبيروح جري على الشركة وبيتخانق مع أبوه وبيعرفوا إن لا يمكن هيسيبوا يضيع تعب أمه ودموعها سنين في الأرض. فبيطلع فيه الحاج وبيعرفوا إنهم مش بيلعبوا وإنه محتاج حد جنبه يديله قيمة لشغله، وإن أبوه بالنسبة ليه هي الشخص ده، فبيكون صعبان عليه تعب أمه وبتسأله عن سبب رفضه للمشروع، فبيعرفها إن هو وأمه كانوا دايما في خناق بسبب إنه هو عايز يكبر بسرعة ويكون معاه فلوس، وهي بتكون عايزة كل حاجة تاخد وقتها، وطبعا كل الخناقات دي هو بيكون شاهد عليها. ففي يوم مامته بتكون عندها اجتماع في بانكوك وبتروح الاجتماع ده بعد ما بتودعه وداع صعب قوي وما بترجعش تاني، ومن الوقت ده وكل حاجة بينهم بايظة، وفي الوقت ده بيكون بيبكي وبيفكر يحل ازاي الورطة دي. وتاني يوم الصبح بتصحي من النوم وبتكون عايزة تقرب منه وبتعرفه إنها مش عايزة تاخد مكانه ولا حاجة، هي مش أكتر من إنها بتنفذ شغلها وبس، وإنها حاسة بيه كويس لأنها خسرت أهلها وهي صغيرة. فبيتضايق لما بيعرف إن أبوه حكالها كل حاجة وبيزعق فيها إنه كان غبي لما صدقها وإنها آخر واحدة في الدنيا ممكن تعرف عنه حاجة، وبيطلب منها يطبقوا نفس الرولز اللي كانوا عاملينها في رحلتهم، وبيطردها من بيته طردة الكلاب. وطبعا هي بتكون مصدومة وميتة من العياط وهو بيكون مش على بعضه علشان زعلها، وبيفضل يقول لنفسه ازاي اكون بغل واعمل فيها كده، حد يزعل العيون اللوزي دول ازاي يا رب بس. وتاني يوم في الشغل بيدخلوا اوضه الاجتماعات بيلاقوه قاعد في وشهم وبيعرفهم ان هو خلاص هيبدأ شغل في الشركة. وطبعا الأب بيتصدم من قراره لأنه كان نفسه في ده من زمان، وكالعادة بيكون مش موافق على شغله معاه في الشركة، ولكن بآراء الأغلبية بيتوظف. وأبوه وقتها بيقول شعار الشركة اللي هو فيما معناه إن مفيش غير رأيه هو اللي هيمشي. وقتها بتكون مصدوم من كمية الديكتاتورية اللي الحاج فيها، وبيقول لها أخيرا اتفقت معايا على حاجة اتقالي بس وانت هتشوفيها في اللي جاي. وبيعرفها إنه هيساعدها في المشروع بتاعها وأي حاجة تحتاجها تعرفه على طول، بس بيدخل المساعدين بتوعها واللي بيكونوا أصحابها وبيحاول إنه يتعرف عليهم بس بتنفض له كأنه هوا، فبيمشي وهو متضايق. وبيروح يعرف الموظفين إن أي حد هيجيب له معلومات عن أبوه هيديله مكافأة كبيرة جدا، وطبعا كل واحد بيكون هيتنافس مع التاني على مين اللي هياخد المكافأة. وهي بقى بتكون مستنية الإيميل بتاع الشغل علشان تبدأ في الديزاين، وأول لما بيوصل من ميونخ بتبدأ تشتغل هي وفريقها وبيطلع عينهم وبيفضلوا يعني يقاوموا في النوم والتعب لحد لما بيخلصوا البروجكت كله. وتاني يوم الصبح بتكون مش على بعضها وبيطلع في وشها وبتعرفه إنها تعبانة ومش هتقدر تتخانق، فبيقول لها إن مفيش خناق ولا حاجة وإنه هيعمل معاها هدنة، فبيضحك نفس الضحكة الشريرة تاني وبيمشي. وفي الشركة وهي بتعرض المشروع على الحاج بتكتشف إن دي مش الحاجات اللي هو كان طالبها، وبيطلب منها إن هي تراجع الميل، وبتلاقي إن ميونخ بعت لها الميل الغلط وقصد إن هو يوقعها في الفخ، وخلاص بقى الدنيا بتكون قفلت في وشها لأنهم عارفين إن الحاج الغلطة عنده بفورة وإنها كده خلاص هتطرد وكل سنة وهي طيبة. فميونخ بقى بيكون مبسوط قوي إنه هيخلص منها، لكن الحاج بيسامحها وبيديلها فرصة تانية تطلع المشروع بتاعها وتعرضه عليه، وده طبعا بيكون حاجة كده ما حصلتش قبل كده. وبيروح يعاند فيها ويقول لها يا شيخة شدي حيلك في الشغل وخلي بالك بقى المرة دي، وبيمشي وهو مبسوط وهي بتكون عايزة تبقلشه. وبتروح تتكلم معاه بعدها إن ده مش شغل محترفين وإنها اتربت من غير أهل بس عمرها ما أذت حد كده، وإنه لو عايز يتحداها بجد يبقى يشتغلوا سوا على المشروع، ولو هي كسبت يسيبها تكمل ولو فشلت هتمشي من غير ولا كلمة. فبتتحداه بطريقة بتخلي النار تفط من دماغه وبتعرفه إن معاه وقت يفكر وإنها مش مستعجلة على رده. فتاني يوم بقى بيبدأ يومهم عادي بالرقصة الخاصة للشركة، بس المرة دي هتكون مختلفة إطلاقا، وده لأنها مليانة تحديات منهم هما الاتنين ومين اللي هيطلع بيرقص أحسن من التاني. طب حتى شوفوا انتوا التحدي كده واحكموا. وفي الآخر بقى بتطلع قردة وبيكونوا هيفترسوا بعض، فبتحاول إن هي تستخدم ذكائها وبتقوله شكلك قبلت التحدي يا برنس ويلا بينا نبدأ المعركة. فكل واحد بيلبس الحتة اللي على الحبل وبيروحوا المكتب بقى، وهناك بيتفقوا إنه هيساعدها في أي حاجة تقف قدامها، وبياخدها الأرض فاضية وبيقول لها شوفي بقى هتعملي إيه في المنطقة الضخمة دي. وقتها بتطلع المساعد الخاص قوي بتاعها وبتعرفه إنها بروفيشنال وأكيد مش هتضيع وقتها كده، وبتبدأ إنها تشتغل
يشتغل، وكنوع من انواع العقاب بتطير الطياره ناحيته فبيقع، وبتفضل بقى مركزه في رفع ابعاد المقاسات بتاعه المنطقه. ففجاه بتلاقي نفس الطياره وبطلع في وشها، وبتتفاجئ انه راح جاب واحده بسرعه ورجع، وبيفضلوا يتنافسوا كانهم اطفال في KG1 ومين هيسبق التاني، وبالتالي كده الشغل بيتعطل. وعلى الغدا بيفضلوا يتنافسوا كمان ومين اللي هياكل اكتر من التاني، وبسبب عندهم بيتنافسوا على 20 بيضه مره واحده، وكمان انهم يتاكلوا في 10 دقايق بس شوفوا ابو وهي بتاكل بتكون شبه الضفدع، وهو يا حرام بيكون باين عليه ان هو اتكتم بس مش قادر يخسر قدامها، وبسبب ريحه البيض بيهرب اصحابها منها ومش بيقدروا يكملوا شغل معاها. اما هو فبيفضل حبه حلوين في الحمام، وبيعرف ان هو مش لازم يخسر قدامها تاني ولازم اخد الحق يكون اكبر، وبيروح يعني محميه بالميه وهو اللي بيقع فيها. والصبح بقى بيتفقوا على هدنه لمده اسبوعين لحد بس لما تخلص المشروع بتاعها، لكنه بيروح لها المكتب وهي بتشتغل وبيفضل ينقر فيها وبيضحك عليها، وبصراحه ضحكته بتكون حلوه قوي وغمزته احلى. فاخر لما بتزهق منه بتروح رميه بره المكتب، وبتنزل بقى تاني الموقع علشان تظبط شغلها، بس فجاه بتلاقي اللي طالع يجري وراها وبتحاول تهرب منه، وطبعا هو بيكون مبسوط اخر حاجه على منظرها، بس بتقدر تتغلب على الطياره بتاعته وبتكسرها له يا حرام. وتعالوا بقى اليوم مناقشه المشروع، وهو متاكد ان هيطلع لها القطط الفطسانه فيه، وخالته كمان بتتمنى لها الحظ السيء علشان تترفد. فالبنت بتاخد شهيق جامد قوي كده وضحكه جريئه كده وبتروح مدياهم اعظم تصميم شافوه، والواد ميونج بيكون مش مصدق انها محترفه كده وبيفضل يبص لها وهو فاتح بقه. فبيبدا بقى انه يسالها اسئله تعجيزيه، بس على مين ده بعون الله ابو مش اي بسكوته، هي غريبه وناعمه بس في الوقت نفسه جامده وبتقرمش، وكل سؤال يقوله بترد عليه باجابته النموذجيه وكانها حافظه الولد، لحد ما بتساله في اسئله تانية ولا كده خلص. فبيعرفها ان هو مش لاقي اي حاجه تاني خلاص، فبتكمل شرح مشروعها بكل ثقه، والحاج كبره بيثنى عليها وبيعرفها انه ما كانش غلطان ابدا لما وثق فيها وسلمها المشروع. وبتروح تقعد مع نفسها قعده صفا كده وبتطلب من ربنا حاجه واحده بس سهله في حياتها. فوقتها بيجي وبيعرض عليها تشتغل معاه وانها موهوبه وحرام تضيع موهبتها في جوازه زي دي. وقتها بتعرفوا انها مصممه على قرارها وانها خلاص ادت كلمتها، فبيشدوا بقى مع بعض في الكلام وبيلاقي انها بتعتذر له فبيسكت وبيستغرب، وبتعرفوا انها كانت فاكراه ولد مدلل، لكن بعد شويه وقت من مشاكرتهم سوا بتكتشف انه راجل جدا ويعتمد عليه، وبتطلب منه انهم يتعرفوا على بعض من اول وجديد، بس هو بيرفض بشده وبيمشي وبيسيبها، وبيفضل يفكر في كلامها مع البسكوتايه وبيقول له ما انا قلت لك لو قربت منها وعرفتها اكتر يا هتحبها اكتر يا هتفك منها خالص. وبتفضل للصبح تجمع معلومات عنه وبيحب ايه وبيكره ايه وازاي تقرب منه، وفي الناحيه التانيه بيكون هو كمان بيعمل نفس الحاجات بالظبط عنها. وفي الشغل اللي بيقابلوا بعض وبتكون بتساله ليه لما بتتزنق في حاجه بتهرش في حاجبك، فبيحاول ان هو يداري على السؤال وبتاخد بالها. فبتعرفه بقى انها تعمل سيرش عنه وانها عايزه تعرف عنه كل حاجه بس هو ما يحاولش يدور وراها، فبيعرفها انها معقده والاحسن تروح تدور ورا ابوه الحاج خطيبها وانه مش طيب زي ما هو مبين لها اطلاقا. ووقتها بتعرفه ان ما فيش حد اسوأ من خطيبها القديم، وبيكونوا ماشيين وبيشوف خطيبها القديم في وشه وبيتعرف عليه من البحث اللي كان عمله عنها، وبيفتكر كلامها عنه لما قالت له انها مش عايزه تقابله تاني ابدا، فبيحاول انه يخليها ما تشوفوش فعلا، وبيروح يكب عليه العصير علشان يلهيه وبيشد ورا الشجره لحد لما بتعدي، وبيكونوا هيتخانقوا سوا لكن بتيجي انج واللي بتكون المديره بتاعته، وكمان بتكون البنت اللي خان ابو معاها علشان فلوسها، وبيجي البسكوتيه اللي بيكون حصل بينه وبينها عركايه صغننه بسبب تكبرها وصوتهم بيعلى جدا. وقتها ابو بتاخد بالها منه وموينج بيكون متضايق ان كل اللي عمله ده منفعش، وبيروحوا يتكلموا على انفراد وبيسالها بس انت عملت موف اون بسرعه قوي، فبتفضل بقى ان هي تتنطط عليه وبتعرفه انها اتخطبت كمان، وبتلاقي رساله من الحاج بيستعجلها تروح المكتب علشان تقابل بنت صاحبه، وبتكون قاعده تفكر هتعمل ايه، فبتلاقي ميونج بيسالها عن مين ده، وبتكون ذكيه جدا وبتعرف انه عمل سيرش عنها، لكنه بيطلع اذكى وبيقول لها ابدا يا فزلوكه انا ربطت الكلام ببعضه. ووقتها بتلجأ ليه وبتساله اعمل ايه وابوك الحاج عايز يعرفهم عليا، فبيكون لسه هيفكر معاها في فكيره، فبتعتذر له انها مش لازم تدخله في حاجه زي كده وبتمشي. وطبعا هو مش بيقف ساكت، ده بيروح يجيب عجله وبيقول لها والله لو كنت انا كنت لازم ترسمي نفسك قدام
قدامه، وتتباهي كمان انك نسيتيه في ثانيه، وبياخدها باقصى سرعه علشان تلحقهم قبل ما يخلصوا اجتماع مع الحاج، وبيفضل يحفز فيها انها لازم تكون سترونج قدامه. وبتوصل وهم بيكونوا خارجين من الاجتماع وبتدخل عليهم بهروله، بس بتعتذر عن التاخير، والحاج بقى بيعرفهم ان دي مراته المستقبليه. فوقتها الاتنين ركابهم بتخبط في بعضها، وان ازاي يا جدع الكلام ده، وبتفضل بقى ترمي عليهم الكلام انها قابلت عدوها القديم وده اللي اخرها، وبتكون عايزه تشرح لهم عنه، بس الاتنين بيرفضوا لان كده هتبوظ الشغل بينهم، وبيكونوا عايزين يهربوا بسرعه. فوقتها بتنط في ايد الحاج وقال بقى الحب معشش في المعاشيش. وقتها بيهربوا جري، وبتكون مبسوطه انها انتصرت عليهم، وبتعرفوا انها ثواني وراجعاله، وبتجري تدور على ميونج وبتروح تشكره انه رغم انه مش بيحبها لكنه فضل جنبها وشجعها تاخد حقها. فبتروح مقربه منه وبصه في عينه وهي بتنطق باسمه، فالواد يا عيني قلبه بيدوب معاها وبيضير وشه منها بسرعه، بس بتلفله بنفس النظره تاني وبيكون في عينها نقطتين دموع كده وهي بتشكره. هنا بقى حرفيا بيكون سايح زي الزبده كده، وبيطلب منها تبطل تبصله البصه دي، ولانه بيكون خلاص هيعترف لها بحبه بيخليها تدور وشها وبياخد العجله وبيجري، وهي بتكون مش عارفه ايه الغلط اللي بتعمله، وبيفضل في البيت يفتكرها وهو متلبش على الاخر، وبيفضل يتنطط من هنا لهنا لهنا، وبياخد قرار بقى اخيرا انه يبطل يتعامل معاها بود. وبالليل الحاج بيتجمعهم علشان عايز يعمل مفاجاه لابوه، وتاني يوم بيبعت لها المساعده بتاعته ومعاها دريس جديد، وبتعرفها انها لازم تكون موجوده في المكان والزمان المحدد. وبتروح الحفله وبتكون مش عارفه الحفله دي بتاعت ايه بالظبط، ولانها بتحب افلام الرعب والزومبي جدا بيخلق لها نفس الاجواء دي، وبيفاجئوها بقى ان ده عيد ميلادها، وبتكون مبسوطه لان دي اول حفله عيد ميلاد تحصل لها. وبتلاقي انج والواد الخين داخلين متنكرين، واولاد خالتها اول ما بيشوفوا بيكونوا عايزين يدشملوهم، لكنها بتوقفهم وبتعرفهم انها ما عرفتش الحاج اي حاجه عنه، وان بعد الحفله هتحكي له عنه. وبيكونوا داخلين وبتلاقي واحد زومبي ملمي على الارض، فبيطلع انه موين، وبتكون مبسوطه انه حضر عيد ميلادها وبتكافئه ببونبونايه هديه، وبتعرفوا انه هو احلى وهو زومبي، وبتمشي وبيروح وراها علشان يديها هديتها، بس بيجوا اصحابها وبياخدوها، وده علشان تطفي الشمع، وبيفضل يبص عليها من ورا الازاز وهو مقهور انها بتحتفل ببدايه حياه جديده مع ابوه. وكمان بيكون لقى الامبستري بتاعها اللي ضيع منها، وبيتضح انه شافها وهي بتدور عليه وعارف انه غالي عندها، ولما مش بتلاقيه بتفضل تبكي وبتمشي، فبيكمل هو بحث عنه وبيلاقيه، وبيكون باظ من الميه اللي وقع فيها فبيصلحه لها كمان. وبيشوف بقى المفاجأة اللي بيكون الحاج محضرها لها، وانه بيهديها عقد امه هدية، فبيعترض على انه يديهولها وبيشده من رقبتها، والبنت وقتها بتضطرب، وبيحصل بينه وبين ابوه عركة جامدة لدرجة ان هو بيطرده بره الحفلة قدام كل الناس، ومش بيلاقي طريقة ينتقم بها غير انه يمسك قلب الجاتو ويحتفه في الحيطة. وبعد الاحتفال بتسأله انت ليه اديتني السلسلة دي على الرغم ان شكلها غالي على ميون، فبيعرفها انها كانت بتاعة امه، وانه قاصد يديها لها هدف معين في دماغه، وانها لازم تحافظ عليها كويس جدا. وبتفضل تبص لها وهي حيرانه وخايفه على احساس ميونج اللي بيكون مفطور من العياط وماسك صوره مامته، وبيفتكر تهزيء ابوه ليه وسط الناس. وتاني يوم بتكون قلبة عليه الدنيا، وبتروح لبيته مش بتلاقيه، وبتروح مناجم التعدين بتاعته برضه مش بتلاقيه، وبتكون واقفه في الطريق بتعدل الكوتش بتاعها فبتلاقي اللي طالع في وشها، وبتروح بقى علشان تعتذر له وانها مش موجوده هنا علشان تاخد مكان مامته، وان العقد معاها في امان وابوه هو اللي اجبرها تاخده. فبيتعصب عليها ان هو كده لو قال لها ارمي نفسك في البحر هترمي نفسها مثلا، وبيساومها بقى ان هو معاه الامبستري بتاعها ولو عايزاه تديله العقد وتاخده، وانها تقابله الساعه 4 في بيته لو عايزاه. ولما الساعه بتيجي 4 بيروحوا علشان يتقابلوا، واول لما بيشوفها بيخطف من ايدها العلبه وبيفتحها بيلاقي انها فاضيه، فوقتها بيتصدم لما بتعرفوا انها مش هتقدر تنفذ الاتفاق، وانها اصلا ما وعدتهوش تديله العقد، هي وافقت بس انها تقابله في المكان. ووقتها بيعرفها ان ما عندهاش قلب زي ابوه بالظبط، وعلشان كده هيوجع قلبها زي ما عملت فيه، وبيروح يرمي الامبستري بتاعها في النهر، وبيعرفها انها لو عايزه تدور عليه تبقى تنزل بقى تدور عليه في الميه، فبتفضل يا حرام في الميه بتدور عليه وهو بيمشي وبيتفرج عليها من بعيد. وعلى فكره هي بتكون صعبانه عليه
بس بيكون متضايق من تصرفها، وبالليل والشباب بيكونوا قاعدين متضايقين إلا اللي بيكون بيفكر في حبه الجديد، وبيعرفوا إن أبو موجودة هنا بسبب عيلتها وإنه ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل. وبكده بقى هيخلص الجزء الأول، ودي الحلقات اللي نزلت من المسلسل. أتمنى يعجبكم والتلخيص يكون شيق، فلايك بقى وشير للفيديو، وما تنسوش تكتبولي كومنت حلو زيكم. سلام.